هنا في هاوس اوف بريسز بنقدر نعالج الحالات الصعبه زي ما بنقدر نعالج الحالات السهله. الحالات الصعبه زي الانياب المدفونه والعظم المعكوسه، والحالات اللي جايه من بره. الحالات دي بتحتاج لخطوات معينه عن طريقها بنقدر ندرس الحاله كويس جدا، نبقى عارفين من اول يوم شكل الاسنان هيبقى ايه في اخر يوم. الانياب المدفونه حاجه مش صعبه، لكن حاجه محتاجه خطوات معينه، محتاجه اشعاعات معينه، محتاجه جراحه معينه، محتاجه اجهزه تقويم معينه تبقى راكبه في البق هي اللي بتقدر توصلنا للمكان ده. المقاسات بتاعت الاسنان، المقاسات بتاعت الوش، والاشعاعات اللي بنطلبها هي دي اللي بتخلينا نقدر ان احنا نبني خطه علاج مفصله. ناخد 3D سكانز للبيشنت للاسنان بتاعته، ناخد صور للاسنان وصور للوش، عن طريقها بنقدر ندرس الحاله بالتفصيل، يبقى عارفين الاسنان هتتحرك قد ايه وهتروح فين. مجرد ان احنا ناخد الخطوات الطبيعيه بتاعتنا وننفذ التعليمات اللي الدكتور بيقولها ويطلبها، نقدر نحل اي مشكله. التقويم مش حاجه صعبه، التقويم حاجه سهله، بس محتاج ان هو يبقى مدروس بطريقه مظبوطه. محتاج ان الدكتور يبقى دارس الحاله، محتاج ان هو يبقى عارف المقاسات بتاعت الفك، عارف المقاسات بتاعت الوش، عارف كل تفصيله عن الاسنان عشان يقدر يحركها بطريقه مظبوطه. هنا في هاوس اوف بريسز التقويم عندنا بيبقى كاستمايزد، بيبقى معمول لكل بيشنت لوحده، وده الحاجه اللي بتخلينا نختلف شويه عن اي حد تاني في ان احنا نقدر نعالج الحالات الصعبه بكل سهوله، سواء كانت انياب مدفونه او عضه معكوسه او حد محتاج يكمل العلاج بتاعه لاي سبب كان. لو عندك مشكله في الاسنان او عندك مشكله في التقويم بتاعك وعايز تعرف حلها ايه، احجز في هاوس اوف بريسز في اقرب وقت علشان المختصين يقدروا يقولوا لك مشكله فين وايه علاجها وايه الطريق اللي هيوصلك للحل المناسب ليك.